بنشوف طالب اسمه جي وهو قاعد مع مديرة المدرسة بتاعته، وده بعد ما المديرة استدعت أخت جي بسبب سلوك أخوها العدواني والمشاكل الكتير اللي بيعملها في المدرسة. فأخت جي بتتأسف لها وبتطلب منها إنها تسامح أخوها لأنه يتيم الأب والأم، لكن مديرة المدرسة بتقول لها إن جي طالب فاشل ومش متربي. وفي اللحظة دي جي مش بيقدر يتحكم في نفسه وبيقف وبيشتم المديرة، عشان كده بتقرر المديرة إنها تفصله من المدرسة. ولما جي بيروح البيت بيبدأ يبحث على الإنترنت عن مدرسة جديدة، فبيلاقي مدرسة كل اللي موجودين فيها من المشاغبين والخارجين عن القانون، وكمان بيعرف إن المدرسة دي بتسمح للطلبة بالمعارك. فطبعا جي بيعجبه الوضع ده جدا، وتاني يوم بيروح للمدرسة عشان يقدم الملف بتاعه هناك. وبعد ما بيدخل جيل مدير المدرسة وبيشوفه بيلاقي شكله مريب جدا، وبعدها المدير بيبص في الملف بتاع جي لكن من غير أي اهتمام، لكنه بيسأله إذا كان بيحب القتال أو لأ. فجي بيقوله إن هو أصلا مقاتل وبيعشق المعارك القتالية، فالمدير بيقوله إنه هيتأكد من كلامه ده مع الوقت. وبعدها بيروح جي على فصله وبيتعرف على طالب اسمه يونغ،